هو ياسمين صبري اتجوزت فعلا الفنان خالد سرحان؟ طيب هي لابسة فستان الفرح ليه؟ صورة ياسمين صبري في الكوشة وجنبها خالد سرحان قلبت السوشيال ميديا والكل عايز يعرف ايه الحكاية. استنوا، ده لسه التقيل ورا واللي هيكون مفاجأة الموسم. ياسمين صبري بتفجر مفاجأة وبترد على صور فستان الزفاف اللي قلبت السوشيال ميديا. النجمة الجميلة ياسمين صبري اللي كلنا بنحب نتابع أخبارها، مرة واحدة انتشر صورة عليها على السوشيال ميديا فستان الزفاف وخالد سرحان قاعد جنبها وبحضور رحمة أحمد. ياسمين ردت على الصورة دي بس الرد كان مفاجأة. ياسمين قالت إن الصور دي من كواليس فيلمها الجديد اللي اسمه النصيب، ومعاها هاجر أحمد ورحمة أحمد. بس المفاجأة الأكبر مش في الفستان، المفاجأة في اللي حصل بعد انتشار الصور دي. مصادر مقربة من ياسمين صبري بتأكد إنها رجعت لزوجها السابق الملياردير أحمد أبو هشيمة بعد طلاق استمر 4 سنين. شهر العسل كان في الساحل والموضوع بقى رسمي بس لسه ما أعلنوش. ياسمين كمان ظهرت في أحدى الصور ليها وهي لابسة الخاتم المشهور اللي كان جابهولها أبو هشيمة. لا، وكمان في مطعم فخم ظهرت تفاصيل على الترابيزة زي الحلق والأساور اللي أكدت الشكوك. وأبو هشيمة في تصريح جريء قال ياسمين لايقة عليا جدا وأضافت لشخصيتي كتير. تفتكروا هيعلنوا الرجوع رسمي إمتى؟ وهل فيلم النصيب هو اللي جمعهم تاني؟